مش احنا طلعنا ظالمين المنايفة لما بنقول المنوفي ليلوفي ولو اكل لحم الكتوفي؟ المثل ده اتفهم غلط. في قصتين لاصل المثل ده. القصة الاولانية حصلت في عصر المماليك. بيقولك ان كان في مملوكي ضرب زميله موته. مين شاف الواقعة دي؟ واحد منوفي. فالمملوكي حب ان هو يرشي المنوفي علشان ما يشهدش ضده في المحكمة، فكان كل يوم بياكله لحمة وفراخ لحد ميعاد المحاكمة. ولما جه اليوم ده القاضي خلى المنوفي يحلف اليمين ان هو يقول الحق. راح المنوفي قايل الحق فعلا وشهد ان المملوكي ده هو القاتل. طبعا المملوكي لما سمع كده صرخ في المحاكمه وقال له ايه اللي انت بتعمله ده؟ هو انا مش كنت عمال اكلك لحمه علشان ما تشهدش ضدي في المحكمه؟ فالمنوفي قال له يعني انت عايزني اشهد زور علشان انت تنفد من حبل المشنقه وانا اللي ادخل النار يوم القيامه؟ ده لا يمكن يحصل ابدا. القصة التانية بقى بترجح إن المثل ده اتقال بسبب حادثة حصلت في قرية دنشواي التابعة لمحافظة المنوفية سنة 1906 وقت الاحتلال الإنجليزي لمصر. في مجموعة من الضباط الإنجليز راحوا القرية دي علشان يصطادوا حمام، بس واحد منهم خرجت من بندقيته رصاصة موتت مرات واحد من الأهالي. طبعا الأهالي كلهم هاجوا على الضباط الإنجليز ساعتها، فالضباط دول حاولوا يهربوا. فضلوا يجروا في عز الحر مسافة أكتر من 8 كيلو لحد ما يعرفوا يوصلوا للمعسكر بتاعهم، بس وهم بيجروا واحد منهم جات له ضربة شمس ومات. طبعا الضباط الانجليز كانوا عايزين ينتقموا لموت زميلهم، فدخلوا على قرية دنشواي وقعدوا يقبضوا على الأهالي بشكل عشوائي كده منهم لنفسهم علشان يقدموهم للمحاكمة بتهمة قتل الضابط الإنجليزي. ويقال إن هم حاولوا يدوا للأهالي أكل كتير، رشوة يعني، علشان يعترفوا على زمايلهم التانيين المحبوسين إن هم دول اللي قتلوا الضابط الإنجليزي فعلا. بس طبعا يوم المحاكمة الأهالي رفضوا إن هم يعترفوا على زمايلهم، ومن هنا بقى طلع المثل ده.